السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في مطبخ من النادي. النهاردة هعمل لكم طريقة المكشكش اللي هو طريقة الجلاش المكشكش. هعمله بطريقة سهلة جدا وجديدة وهتعجبكم قوي. اول حاجة بدهن الصينية بتاعتي كده من تحت بالسمنة او بالزبدة، اي مادة دهنية انتوا بتحبوا تستخدموها، وادهن بيها كده الصينية. وبعدين ابدأ احط اول طبقة من الجلاش، حطها بالطريقة العادية خالص، لا كشكشتها ولا اي حاجة، حطيتها عادي. وبعدين دهنت فوق منها سمنة، وبعدين رحت حاطة طبقة تانية وبرضو دهنت فوق منها سمنة تاني، وهحط طبقة كمان تالتة، يبقى حطيت من تحت 3 طبقات، وكل طبقة والتانية حطيت ما بينهم سمنة. لازم تدهن بسمنة علشان لو ما دهنتهاش بسمنة ما بين الطبقات هتطلع نية معانا. وبعد كده جبت ورقة تانية كده من الجلاش ودهنتها لوحدها، دهنتها كده كلها بالسمنة، فردتها كويس بره، مش هدهنها جوه الصينية، بدهنها بره. وبعدين اروح بصوا مكشكشاها كده بالطول كده كلها، بقت كده عاملة زي الساندوتش كده الطويل، واقوم حطاها كده بالشكل ده. وهبدأ أكمل بقى بقية الكمية بتاعتي بنفس الطريقة، ورقة ورقة هعملها كده، هدهنها بالسمنة وأروح حطاها بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده، أكشكشها كده كلها زي المروحة. بصوا كده 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 كلها سهلة جدا، هتتعمل معايا على طول في دقيقة، وأقوم حطاها بالمنظر ده. الكمية اللي أنا عملتها في الصينية دي كانت عبارة عن كيلو جلاش بالظبط. عايزين تعملوا نص كيلو بس اعملوه. والحشوة بتاعتي كانت عبارة عن جبنة مبشورة وجبنة حلوم مقطعة حتت صغيرة جدا، وبسطرمة وفلفل وزيتون، فلفل أخضر وزيتون، كله متقطع حتت صغيرة. وحطيت الجبنة الحلوم مع الخلطة بتاعتي وقلبتهم. الجبنة الحلوم بتدي طعم حلو جدا وشدة حلوة، ممكن تبقى بديلة للموتزاريلا. ولو عايزين تحطوا معاها اي جبن تانية بتحبوها، موتزاريلا او اي جبنة تانية، بتحطوهم وبتقلبوهم مع بعض بالشكل ده. وهوريكم بقى طريقة الحشوة هتكون عاملة ازاي. هبدأ بقى اجيب صينية الجلاش وهفتح كده جزء جزء فيها بايديا. ادي كده اول ورقة جلاش، افتحها كده واحط الحشوة بتاعتي فيها بالشكل ده. بحيث ان الحشوة بتاعتي تبقى في الجلاش كله، في كل ورقة من الورقات اللي احنا عملناها اللي احنا كشكشناها كده بنحط فيها في النص الحشو بتاعنا. زودوا بقى كمية الحشو زي ما انتوا عايزين، وحطوا الحشوة اللي انتوا بتحبوها. طبعا في مليون بديل عن البسطرمة، ممكن فراخ، ممكن لحمة مفرومة، ممكن سوسيس، ممكن صدق، اللي انتوا بتحبوه والحشوة اللي انتوا بتفضلوها بتحشوا بيها. بنفتح كده بايدينا ونحط الحشوة في النص، ونكمل الصينية كلها بنفس الشكل كده. شايفين الجمال؟ شكله بيبقى في منتهى الجمال وحلو قوي ومختلف عن الطريقة التقليدية. كده انا عملت حشيت الصينية كلها زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده. وبعدين من فوق الوش هدهنها بمعلقة من السمنة برضو، وهحطها في الفرن. هحطها في الفرن لحد مدة نص ساعة كده تقريبا لما تستوي، وبعدين هقول لكم هنعمل ايه فوق الوش بعد كده. انا دخلتها كده الفرن وطلعت معايا بالشكل ده لمدة نص ساعة بالظبط. وبعدين هجيب بيضة واحط عليها شوية ملح وفلفل واقلبها كده في بعض، وبعدين هضيف عليها ربع فنجان لبن، شوية لبن كده صغيرين، وهقلبهم كده كلهم مع بعض. وعايزين تزودوا بيضة كمان، انا احتجت ان انا ازود بيضة تانية وشوية لبن تانيين، يعني تعتبر بيضتين وحوالي كده نص كوباية لبن وشوية ملح وفلفل، وارشها كده من فوق الوش بعد ما استوى الجلاش. احط كده ارش الكمية دي فوق الوش، وبعدين احطها في الفرن لمدة 5 دقايق تانيين، يبدأ الوش كده ياخد لون معانا. ولو في بقى كان جبنة موتزاريلا كمان تحطوها فوق الوش هتبقى تحفة. وطلعتها من الفرن، وبصوا بقى الشكل عامل ازاي. تطلعوا السلايز حلوة جدا وعالية، وطعمها وهي لسه سخنة في منتهى الجمال. جربوا الطريقة دي وقولوا لي رأيكم فيها، ولو عجبتكم
قولوا لي في الكومنتات وشيروا الفيديو. شكرا لكم. مطبخ من النادي.